بعينه هم مجموعة. طيب آلية الخروج وما الذي ستفعلون؟ مظاهرات، اعتصام، احتجاج، ايش بالضبط؟ برنامجنا برنامج طويل جدا، هي حملة من مصطلح حملة وليست مسيرة أو خروج واحد فقط. سنخرج غدا، وأعتقد أمام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية لأن يؤكد انحيازه للشعب اليمني ويؤكد أنه ضد الفساد ويقوم بإجراء تغييرات جذرية في كل مؤسسات الدولة. ستعتصمون أمام مجلس الوزراء كما فهمنا؟ أعتقد لم نعلن عن هذا حتى هذه اللحظة. الحملة لديها خطوات تصعيدية، وأعتقد أن الآن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، عليه أن يغتنم الفرصة التاريخية الحالية. ماذا لو الآن بعد نصف ساعة مثلا أو غدا رئيس الجمهورية أعلن عن تشكيل حكومة كفاءة، ستخرجون؟ لا، إذا استجاب لهذا المطلب أؤكد لك أننا لن نخرج، لكني أضيف شيء معين، أن الحكومة الحالية حتى مجرد التعديل عليها لن يلبي مطالب الشعب، لأن الحكومة الحالية تتوزعها الأحزاب. يا أخي إن كانت الأحزاب وطنية لماذا لم تسلم هذه الأمور إلى كفاءة؟ هناك كفاءة أيضا من داخل نفس الأحزاب، يعني لماذا لم تسلم الأمر وتقول والله لدينا برنامج تغييري واضح؟ مؤتمر الحوار الوطني كان فيه الكثير من الإيجابيات، إلا أن بوجود هذه الأدوات الفاسدة لن يتم تنفيذ كما التفوا على النقاط ال20. طيب أنا سأعود إليك بهذه النقطة، لكن هاشم في بداية الثورة وكانوا يتحدثون بأن ثورتكم سرقت وأنه أتت عليها مكونات سياسية وصرفتها من الشباب. الآن تتحدثون عن ثورة جديدة، ما الضامن بأن لا تسرق مرة أخرى؟ وعلى رأسها طبعا هذه الحملة، حتى الحملة التي يذكرها الأخ عبد الله عامر، موجودون ناس من أحزاب سياسية وربما غدا يقول سرقت من جديد. إلى متى؟ قد ربما أنا أختلف في جزئية معينة عن الجبهة. مثلا أنا أتفق مع الدكتور أنه الثورة هي فعل غير ما يحدث أو غير ما يتم الدعوة عليه الآن، ولكنه هناك مشهد سياسي معقد، وهناك التفاف حاد، منعطفات عدة دخلتها اليمن منذ التسوية السياسية. مشهد لا تستطيع أن تميز فيه من الشخص المسؤول صراحة، من الشخص المجرم صراحة، من الشخص الفاسد صراحة. كل القوى اتحدت أو توافقت على ألا تنجز لما يمكن أن يخدم هذا البلد شيء. فلهذا نحن كمواطنين نعبر عن استيائنا، وأنا أكثر من مرة في فترة الحديث السابقة بأنه نحن من حقنا أن نعبر استيائنا عن الحكومة. نحن من حقنا أن نطالب بتصحيح أو بتعديل أو بوجود حكومة جيدة قادرة على إنجاز ما يمكن إنجازه للمجتمع من حيث تسوية اجتماعية، قدرة على توفير الخدمات بهذا الشكل. فلهذا أعتقد أنه على الأحزاب صراحة، وهي من أفسدت المرحلة الانتقالية السابقة، أن تثبت حسن نيتها للمرحلة القادمة، بأن لا تجعل فشلها يتكرر في المرحلة القادمة. أي بمعنى أنه كان لابد الأحزاب الذي وفشلت وباعتراف الجميع أن تصح من أخطائها بالدفع باتجاه حكومات وطنية، حكومة وطنية قادرة على إنجاز مهام المرحلة، لا أن تستمر بالدفع بهذه الحكومة معلنة أنها يعني. لكن التغيير الحكومي يعني التغيير جاي التغيير بيجي اليوم ولا بكرة، تغيير الحكومة، وقد أعلن الرئيس ونحن سمعنا عن مشاورات كثيرة. الموت لا ينتظر يا عبد السلام. الناس تموت بشكل مؤسف، الناس حالتها تسوء بشكل مؤسف، الخدمات تنعدم بشكل مقرف، هيبة الدولة تسف في كل مكان، الحرب تتسع على أكثر من نصف مساحة المساحة الجمهورية اليمنية، لا وجود للدولة ولا وجود للسلطة ولا وجود لحد، والانتخابات السياسية تنشغل في صفقات سياسية يعني وأمر مقرف، مخجل بشكل كبير.